لماذا يعود جميع أصحاب نظرية الأرض المسطحة من القارة القطبية الجنوبية في حيرة من أمرهم؟ في ديسمبر 2000 انطلقت مجموعة من مؤيدي نظرية الأرض المسطحة ومؤيدي نظرية الأرض الكروية في رحلة مثيرة إلى القارة الجليدية بهدف حسم هذا الجدل نهائياً. Break time at home. ما هي مهمتهم؟ مشاهدة ظاهرة شمس 24 ساعة خلال صيف القارة القطبية الجنوبية. هذه الظاهرة الطبيعية حيث لا تغرب الشمس أبداً تشكل تحدياً أساسياً لمعتقدات نظرية الأرض المسطحة. حتى جيران كامبانيلا أحد أبرز مؤيدي نظرية الأرض المسطحة اعترف بأن هذه التجربة قد فضحت خريطة الأرض المسطحة المعتادة، ولكن لم يقتنع الجميع، فقد ظل البعض متشككاً على الرغم من الدليل الواضح أمام أعينهم. كلفت هذه الرحلة مبلغاً ضخماً قدره $350,000 للشخص الواحد. هل كانت تستحق العناء؟ بالنسبة للبعض حطمت هذه الرحلة معتقدات راسخة لديهم، وبالنسبة للآخرين لا تزال الرحلة مستمرة. ابق فضولياً واستمر في الاستكشاف.